ان شاء الله يا كابتن باذن الله. ده الفاول لان هو بعيد عن الكادر، بعيد عن الكادر، وهو طاهر وهشام. سلسله من المداولات، وهادي اللي لابس القميص رقم 17 في الشوط الثاني، هادي خشبه وطاهر وبتتحط الله جول جول جول. يا سلام يا طاهر، والله ختامها مسك يا ابني. لسه احنا بنعمل الديالوج. اسعدنا طاهر ابو زيد. اهو انا بقول لحضراتكم جاب الجول بتاع بادو الزاكي في الجول ده. طيب حظك حلو يا طاهر. شوف الراجل اخيرا استطاع طاهر ابو زيد ان يكتشف مرمى مسعود السمار الموفق توفيق غير عادي، وهو يعتذر النهارده ويحط لنا بصمه من بصماته ويعيد اكتشاف نفسه ويدينا ذكريات الاهداف الجميله يا طاهر. والله النجم نجم يا ابني، والله النجم خلاص بقى شالوا. ايوه اتشال طبعا من مين؟ من كبير الهدافين حسام حسن. قالوا خلصتنا 1-1. انا لسه بقول للزميل مدحت شلبي هنزيع الفاول ده وخدها كويس ان طاهر ابو زيد جاب الجول، وزي ما قال للزميل مدحت انا عاوز اكمل، فوالله طاهر ابو زيد يحقق التعادل. نشان بالمسطره، ظبط البوصله بتاعته برجله الشمال اللي ياما متعت الجماهير دي، وطاهر ابو زيد يعيد اكتشاف نفسه ويعيد، انا قلت والله يعيد اكتشاف نفسه مره قبل كده، ويستعيد ذاكره الاهداف وختامها مسك يا طاهر، ويعلن اعتزاله في الدقيقه 15 من الشوط الثاني ويسيب بصمه حلوه ورايح يحيي جماهير الدرجه الثالثه. هل يا ترى هيكمل؟ هيرجع يا كابتن. ما اعرفش يعني الصوره هو شكله بقى هيكتفي لان ولا هيعمل ايه؟ لان يعني النادي الاهلي كان مغلوب جول وطاهر يحقق له التعادل باحدى خصائصه اللي مميز بيها طاهر ابو زيد. والكره عارفه سكتها والكره فرحانه ليه؟ لان مين اللي جابها؟ طاهر ابو زيد. يعني انا شايفها بتزغرط جوه جول مسعود السمار عشان يعيد التعادل ويعيد التوازن لماتش النهارده. النادي الاهلي ضيع اهداف كتير وفعلا رجع طاهر ابو زيد واداله فرصه كمان صدي. هو فعلا لا طاهر طاهر قرر فعلا يخرج وكانت مناسبه حلوه. ربنا كرمك يا ابني، والكبير كبير طاهر ابو زيد، وربنا كرمه في لحظه حلوه بعد 45 دقيقه و 46 دقيقه يحقق التعادل. ومروان بساط بيهنيه وجاري القرني بيهنيه واحمد فريز بيهنيه، وطبعا الزميل استاذ طلعت لامي رئيس الاتحاد هو اللي طاهر سافر له السعوديه، والراجل رحب بهذه اللفته الطيبه انه يساهم في تكريم نجم من نجوم الثمانينات ونجم مصر والنادي الاهلي. وفعلا بيسلم طاهر ابو زيد، وبنشكر السيد طلعت لامي رئيس نادي الاتحاد السعودي على هذه المبادره الطيبه. وان شاء الله اللقاءات من مصر والسعوديه بعد النهضه الكرويه اللي شهدتها المملكه العربيه السعوديه تؤتي بثمارها في الدورات العربيه. طاهر ابو زيد وادي ياسر ريان وهادي خشبه زمايله، وده جيل جديد بقى. يعني في ناس طبعا اسامه عرابي حضر ورضا عبد العال وعمرو الحديدي، لان احتياطي النادي الاهلي النهارده عصام لعب، مصطفى كمان، الكره بتتعاد طبعا المخرجه وفاء السيده وفاء بتعد لنا الجول الجميل، ومسيب حنفي واحمد نخله وهشام حنفي ده ورضا عبد العال والناشئ محمد فاروق. حلوه، صوره حلوه ينهي بيها طاهر ابو زيد حياته داخل المستطيل الاخضر ليتفرغ لخارج المستطيل الاخضر في النواحي الاداريه. وزي ما بقول لحضراتكم الاعلام جديد وقت طاهر ابو زيد اخر عن